الثقة بالنفس لا تعطى. الثقة بالنفس هي موجودة فينا، لكن يراد لها أن نخرجها. عندما نولد وهي موجودة فينا. لذلك يقولون لو جئت بطفل عمره 2 وأدخلته في الغابة بدون ما أخوف من أي شيء على الإطلاق، سأجده بشكل طبيعي يذهب إلى الأسود والنمور ويبدأ يركب على هذا ويصفع هذا وهكذا. لماذا؟ لأنه ليس هناك سابق تجربة عنده، فهو يعمل بتلقائيته. لما جم يعرفوا الثقة بالنفس عرفوها بطريقة عكسية. قالوا إيش عكس الثقة بالنفس عشان نعرف إيش هي الثقة بالنفس؟ قالوا شعور الفرد السلبية والتردد وعدم الاطمئنان للإمكانات التي وضعها الله عز وجل فيه، وشعوره بأنه ما عنده القدرة على فعل أي شيء. هذا تعريف عكس الثقة بالنفس. يعني لو حبينا نجيبها ونعكسها هتكون هي شعور الإنسان بالإيجابية وبالاطمئنان للقدرات اللي الله عز وجل أعطاه إياها وبالإمكانيات اللي موجودة فيه، وإنه قادر على فعل شيء ما. هذا تعريف الثقة بالنفس. طيب، قضية الثقة بالنفس من فين جاءت عدم الثقة بالنفس عند بعض الناس؟ جاءت من عدة أمور. 1، من الجهل. لما يكون في عند الإنسان شعور بالنقص بسبب جهله، كيف؟ ينظر بعض الناس إلى الأغنياء إن هم ثقتهم بأنفسهم أحسن مني. ليش؟ لأنه عنده فلوس أكثر مني. غلط. أو ينظر بعض الطلبة إنه والله في ناس عندهم جوالات أفخم مني فثقته بنفسه تتزعزع. غلط. أو راكب مثلا سيارة أحسن مني، أو هو عنده سيارة ما عندي فيشعر بثقته بالنفس أقل. غلط. كلها هذه أشياء خارجية. الثقة بالنفس الحقيقية تنبع من الداخل، من هنا. إذا ما نبعت من هنا ما في ثقة بالنفس. قد يكون صح هذا أغنى مني، وهذا عنده بيت أفخم مني، وهذا عنده سيارة وأنا ما عندي سيارة، وهذا عنده دكتوراه وأنا ما عندي دكتوراه، لكني أملك أمور ربما هؤلاء لا يملكونها. عندي ديني، عندي أخلاقي، عندي عملي اللي أحبه، عندي أبناء مطيعين لي، عندي زوجة أنا سعيد معاها، ما عندي أمراض، ما عندي ديون. هذه أشياء كلها تخليني أرفع من ثقتي بنفسي. فأول حاجة من الخلل اللي حصل عند بعض الناس قضية الإحساس بالنقص بسبب جهله. أنا أعرف شخص كان يدرس في مدرسة أهلية، ثانوية أهلية، يدرسون فيها الناس الVIP على قولتهم، أو علية القوم. هذا الشخص كان داخل المدرسة هذه بمنحة، لأنه متفوق دراسيا بمنحة، لكنه كان من أسرة فقيرة. فكانوا أصحابه لما يحبوا يوصلوه بيته، طبعا هو ساكن في حي فقير وهم كلهم ساكنين في أحياء فاخرة جدا، فكان يستحي، فكان يأتي في حيه الفقير في مقدمة الحي كان فيه فيلا فخمة، فيقول لهم هذا بيتي، فينزلوه عندها، ينزل عندها. فلما يمشوا هو يروح لبيته على بعد كيلو من هذا البيت الفخم. لماذا؟ أتشعر ثقتك بنفسك ستستمدها من البيت العالي الكبير؟ لا والله. أنا لو الناس اللي حولي ما يقبلوني على ما أنا عليه سواء في بيتي أو مكانتي المالية أو كذا فلا أريدهم، لأنهم سيمشون معي وسيكونون أصدقائي من أجل مالي، من أجل نفوذي. أنا أريد الناس الذين يكونون حولي يحبونني لشخصي ليس لهذه الأمور. وإذا ما لامت بي لامة أو سقطت أو كذا لا أجد أحدا منهم، لأنه كان الجلوس معي من أجل مصلحة، فلما انتفت المصلحة خلعت الأقنعة من على الوجوه. أيضا عدم معرفتنا بقيمة الأمور اللي عندنا إحنا بتفقدنا ثقتنا بأنفسنا. فتجد مثلا بعض الشباب مثلا يمشي في المولات ويعمل له قصات كده غريبة، ويعمل البنطلونات الكذا
عشان يلفت النظر له، هو فاقد الثقة بنفسه، فيظن انه هذه المظاهر هي اللي هتزيد ثقته بنفسه. بس ثقتك بنفسك وثقتك بنفسك مش من الشنطة الفخمة، ولا من الحذاء الفاخر، ولا من الجوال الباهر هو اللي هيزيد ثقتكم بأنفسكم. لا لا، هذه كلها أشياء تافهة سخيفة الواحد يختبئ خلفها عشان يشعر بنوع من الثقة بالنفس. أنا ثقتي بنفسي تنبع من داخلي، أنا من قيمتي من أخلاقي، من ديني، هذه ثقتي بنفسي. طيب ليش احنا بنأكد على قضية الثقة بالنفس وان احنا نريدها؟ ايش فوائد الثقة بالنفس؟ ايش هستفيد لما تكون موجودة الثقة بالنفس؟ واحد، ستجلب لك الراحة النفسية. لما يكون عندك نوع من الثقة بالنفس، انت نفسك هتشعر بنوع من الثقة، هتشعر بنوع من الراحة النفسية. لما ما يكون عندك ثقة بنفسك، يكون عندك نوع من الاضطراب. طب هعمل كيف؟ طب هتكلم كيف؟ طب افرض كشفوني؟ طب افرض ما يكون عندك نوع منها. فهذه تعطيك نوع من الراحة النفسية الثقة بالنفس. ايضا تعطيك نوع من الثبات على المواقف. لما تكون واثق من نفسك تثبت على موقفك، مو والله في الصبح موافق وفي الليل غير موافق، بعد الظهر معاهم في الليل ضدهم. لذلك انا اريدك الثبات على المواقف، هذا من النوع المهم جدا، وهي انه الانسان يثبت على موقفه ما يغير. هذه ايضا منه شعوره بالنجاح. تخيل انت لما تستغل طاقاتك وقدراتك وتبدأ تشعر بانك انت بتنجح، هذه ايضا تزيد من طاقتك. من فوائد الثقة بالنفس ايضا انه هينشأ في داخلك امتنان وشكر لله عز وجل على ما وهبك من نعم. والله والدي ووالدتي راضيين عني، والله ابنائي معي، والله بفضل الله عز وجل ما طلعت منحرف، ما قضيت بقية عمري في السجن، ما دخلت في المخدرات. هذه كلها امور تشعر الانسان، تجعل انه يشكر الله عز وجل عليها. يقولون واثق الخطوة يمشي ملكا. عندما تتحدث وانت واثق من نفسك يبدأ الناس ينصتوا لك، يسمعون لك. بعض الناس يقول لي انا اخاف يعارضوني الناس. خليهم يعارضوك. الا الذي تقوله حراما؟ لا. يخالف عرفا؟ لا. قوله، ما عندك مشكلة. ايضا هتستثمر كل الفرص المتاحة امامك. لماذا؟ لانك مش هتترك ولا فرصة الا وهتستفيد منها. من الامور ايضا انها توجد لديك طموح نحو الوصول للافضل. يعني ما هتعيش ضعيف مستضعف، ولا هتعيش بالضحية اللي احنا ذكرناها، لانك انسان قوي، انسان تستطيع انك تتحرك في الحياة. طيب كيف استطيع ان ابني ثقتي بنفسي؟ وهذه من النقاط المهمة. واحد، شعورك انت بانك محتاج انك تغير. لازم يكون عندك هذا الشعور، تقول انا فاقد لثقتي بنفسي، اريد اشعر بالثقة. اثنين، اكتشف قدراتك واشتغل فيها. ثقتك بنفسك هترجع لك مهما كانت. ايش نقطة تميزك في الحياة؟ اشتغل فيها. ثلاثة، تحديد الاهداف بوضوح، انه اهدافك في الحياة تكون واضحة. انا اعرف طالب كان عديم الثقة بنفسه، كان دائما الرسوب، فلما جلس معه احد العقلاء واكتشف انه هو النقطة الوحيدة اللي يحبها في الحياة لعبة التنس، بس الباقي كله فاشل فيه، دراسة فاشل فيها، كل حاجة فاشل فيها. فقال له اريدك عندما ترفع الكرة الى اعلى تتخيل، كان دايما في الانجليزي بالذات علاماته سيئة، تتخيل هذه الكلمات ترفعها. فقال له ها يلا قول لي كتاب بالانجليزي ايش يعني، لو تخيل انك بترفع كتاب وبتضربه بالمضرب. فبدأ يتعلم بوك، BOOK بوك، وبدأ بهذه الطريقة يتعلم اللغة الانجليزية. فالانسان اذا شعر انه الشخص اللي امامه عنده نقطة قوة تستطيع من خلالها انه ينجح. ايضا تبني ثقتك انك تتفاءل بالمستقبل. ولذلك ابنائي وبناتي اللي في المدارس دائما اقول لهم لا تكونوا سلبيين في مدارسكم ارجوكم. اذا حبيت ابنك يكون عنده ثقة بنفسه او بنتك، خليهم يشتركوا في انشطة المدرسة، يشتركوا في الاذاعة المدرسية،
يشتركوا في المسرح، يشتركوا في الكشافة، في لجنة النظام، في أي شيء. هذه تزيد من ثقة الطالب بنفسه، تزيد من ثقة الابن في نفسه. أيضا الشعور بقيمتك وإنك أنت فريد من نوعك. لما تشعر إن لك قيمة في الحياة وإنه أنت فعلا متميز في الحياة. ما في شيء في الدنيا انبنى من شخص. اليابان حضارة انبنت من عدة أشخاص، وكذلك في الحياة مجموعة من الأشخاص، وكل واحد كان فريد من نوعه. لذلك تبني ثقتكم بأنفسكم بهذه الطريقة.